فخ كبير جدا ممكن ياما في الحزم الجديدة، وخطأ كبير إياك إنك تقع فيه. عشان تتجنب الخطأ ده لازم تكمل معاه الفيديو للنهاية. في البداية كده وقبل أي حاجة انزل اشترك في القناة وفعل الجرس، عشان النهاردة أنا جاي أفصص لك الحزم الجديدة. بعد الفيديو ده يا صاحبي هتفهم كل حاجة، تشتري الحزمة دي ليه وما تشتريش الحزمة دي ليه. فلايك كده واشتراك، ويلا بينا نخش على الحزم على طول. طبعا يا جدعان احنا هننزل معانا حزمة الباير زي ما انت شايف قدامك يا صاحبي، ونزل معانا حزمة الميلان، ونزل معانا حزمة الانتر. طبعا يا جدعان حزم جامدة جدا، بس في يا صاحبي خطأ هيقع في الناس كلها. علشان تتجنب الخطأ ده لازم تكمل معايا الفيديو للنهاية وتركز في كل كلمة بقولها. تعالى كده نخش على حزمة الانتر. بيقول لك تتميز حزمة انزاجي مع قوة التحمل. طب هو بيلعب بأسلوبية، بيلعب كويك كونتر. كويك كونتر مع قوة تحمل. انت في الكويك كونتر محتاج السرعات، اللعبة بتجري وانت بيبقى عليك ضغط الهجمة عليك، واللعبة بتبذل مجهود، فانت محتاج قدرة التحمل. طبعا يا جدعان حزمة ممتازة مع الكويك كونتر قوة التحمل الاتنين مع بعض، فده حزمة جبارة مع اللعيبة ممتازة. يعني يا جدعان طبعا لما نيجي نخش على اللعيبه كده يا صاحبي قدامك، انت عندك لوتارو ممتاز جدا يتلعب بيه، عندك باريلا، معاك مكنه باصات يا صاحبي على باصات جامده. عندك يا صاحبي باستوني، مش هتكلم عن باستوني لان كفايه اسم باستوني بس في الدفاع. عندك يا صاحبي شالهانوجلو، يعني مش احسن نسخه ليه ولكن كويس. عندك سومر مش كده وما حلو يعتمد عليه، سومر برضه جامد سومر. عندك دي ماركو هاكر، ترام ممكن تستفيد بيه على الدكه يا صاحبي. عندك ديفراي طاقات دفاعيه جباره، بس انا ما جربتوش في الملعب. عندك دامفريز ممتاز يا جدعان. دارميان ده يا جدعان ممتاز، يلعب معاك ال بي ار بي سي بي، يعني جبار يا جدعان. فباك اسطوره صاحبي لو انت بتلعب كويك كونتر، فباك جبار. طب ايه الفرق بينه وبين الميلان؟ هنفهم دلوقتي. تعال كده يا صاحبي نخش على الميلان. طبعا كان حزمه جباره. لما نقرا كده بيقول لك تتميز الحزمه بستيفاني بريولي ان هو بيلعب كويك كونتر، بس النقطه اللي بيزودها يا صاحبي بيزودها لك في قطع الكوره. يعني هو بيزود لي النقطه اللي بيزودها في قطع الكوره. طب انا قطع الكوره مع الكويك كونتر، انا محتاج قطع الكوره مع الكويك كونتر. طب إيه الفرق بين ده وانتر ميلان؟ هتفهم يا صاحبي ان الفرق بين ده والانتر ميلان هناك بيزود لك في البدني. يعني انت اللعيبه مش هتتعب معاك بسرعه، لكن هنا ممكن اللعيبه تتعب معاك شويه لو كان عليك ضغط طول الماتش، ما انت مش هتضغط على طول. لكن حزمه ممتازه. لما نخش كده صعب على الحزمه، عندك رافائيل لياو جبار، يعني مش رافائيل لياو يا جدعان سرعه دريبل جبار. عندك تيو هرنانديز وماجنان، هي دي اللعبه صاحبي اللي اعتمد عليها. بعد كده ممكن تلعب ببوليسيتش. مالك تياو ده طاقته كويسه بس ما جربتوش. جيرو طبعا لو انت بتلعب عرضيات اوت وايد طبعا هجيلك دلوقتي، لسه جاي لك كويس جيرو. فحزمه ممتازه. طب اجيب انتر ولا ميلان؟ بص لو انت هتلعب بالمدرب لا انتر افضل. طب انا عايز لياو وعايز سيو هرنانديز، لا هات ميلان. طب ايهما اللي انت يا صاحبي احسن؟ لعيبه ومدرب. لكن لو اللي يخليك تجيب حزمه ميلان لو انت عايز رافائيل لياو او الواد تيو هرنانديز، عايز نسخ مطور يعني ليهم. تعالى كده يا صاحبي طبعا يا جدعان، يعني هو ده يا صاحبي الفرق ما بينهم بين الانتر والميلان. فتعالى كده نشوف الحزمه الثانيه اللي نزلت معانا، وهي حزمه بايرن ميونخ. بايرن ميونخ يا صاحبي معاك توماس توخل، حزمه جباره. يعني لو انت بتلعب اوت وايد فيا صاحبي عليك بالحزمه، لا ما تفكرش، حزمه اسطوريه. بيقول لك تتميز الحزمه بتاعه توماس توخل بالالتحام الجسدي. الالتحام الجسدي، القوه البدنيه يا جدعان، التحامات يا جدعان. فطبعا يا جدعان يعني الاسلوب ده مع الاوت وايد، يعني الاسلوب ده مع الالتحام عاملين ميكس جامد جدا يا صاحبي. لما نخش كده على الباك هتلاقي عندك اوباميكانو اسطوري يا جدعان، عندك هاري كين جبار، عندك كيميتش يلعب معاك ار بي يا صاحبي وبساط ممتاز، عندك ديفيس طلقه معاك في ال بي، عندك كيم من جاي اسطوري، عندك سانيه طياره يا جدعان، عندك الواد مزراوي باك دفاعي ممتاز، عندك كومان طياره الناحيه التانيه، عندك جوريسكا ماكينه باصات التاني، عندك مولر ممكن مولر تنزله كبديل تعتمد على الدكه ان هو ممكن ينزل يغير لك الماتش، هتلاقي عنده السوبر صاب. فالحزمه دي جباره يا جدعان. يعني لو انت بتلعب اوت وايد هات الحزمه ده على طول من غير كلام ومن غير تفكير ولا اي حاجه. طبعا يا جدعان، طبعا يا جدعان في نقطه انا نسيت اقول لك عليها يا صاحبي في حزمه الميلان، وهي يا صاحبي ان الاوت وايد عنده عالي 75. يعني انت ممكن تلعب بيه كويك كونتر وممكن يلعب معاك اوت وايد. فدي ميزه يا جدعان، دي ميزه حاطينها في المدرب. فبس كده يا جدعان، يعني اتمنى تكون فهمت الفكره، واتمنى يا صاحبي انت تكون استفدت من الفيديو.
فتشترك في القناة وفعل الجرس يا صاحبي، ولو حاسس ان الفيديو ممكن يفيد غيرك اتمنى ان انت تشيره له، واتمنى يا صاحبي تكون الفكرة وصلت لك. محتاجين اي حاجة يا جدعان اكتبها لي في الكومنتات يا جدعان، دعمكم هو اللي بيخلينا نستمر. لايك واشتراك وشير الفيديو مع اصحابك، واشوفك في فيديوهات تانية كتير يا صاحبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.